السلام عليكم، اهلا بيكم مع مشريف. النهارده هنعمل مع بعض البسبوسه. ان شاء الله هنعملها بطريقه سهله جدا. معايا نص كيلو من دقيق البسبوسه. هحط عليه نص كيلو او تعايري مثلا بالمج ده كوبايتين ونص او 3 كوبايات ما يكونوش مليانين قوي. ومعاهم نص كوبايه جوز هند تكون ناعم بالشكل ده. وهفضي معاهم كمان كيس فانيليا. معايا كوبايه الا ربع سكر وكوبايه الا ربع لبن وكوبايه الا ربع سمنه. يعني المقادير بتاعتنا سهله خالص اهي. كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع سمنه. وهقلب كل المكونات دي كلها على بعضها كده اهو. حابه تحطي بيكنج باودر حطي نص معلقه صغيره، ما تكتريش عن كده عشان دي مش كيكه. البسبوسه في المحلات ما بيحطولهاش خالص بيكنج باودر. لكن لو حابه مش هتضر، بالعكس هتبقى منفوشه شويه. تحطي نص معلقه. لكن انا دلوقتي ما عنديش بيكنج باودر وانا بعملها اصلا من غير بيكنج باودر بتبقى جميله جدا. يبقى دي نص كيلو دي بسبوسه، عليه نص كوبايه جوز هند، عليه كيس فانيليا. حابه تحطي رشه ملح صغيره مفيش مشاكل. معايا الكوبايه الا ربع سمنه انا سيحتها بالشكل ده. هحط كمان معاها، بتدينا بقى حاجه حلوه قوي عشان خاطر البسبوسه بتاعتنا تتقطع حتت كده وما تلزقش، ما تتفرفتش مننا. ضروري نحط معلقتين عسل جلوكوز، بيدي تماسك للبسبوسه، وبتيجي تقطعيها بتطلع معاكي بكل سهوله قطع ما بتتفرفتش. ما عندكيش عسل جلوكوز تعملي ايه؟ ممكن تحطي معلقتين كبار عسل نحل. ممكن تحطي عسل تقيل بتاع شربات بتاع الكنافه، اللي هو الشربات بتاع الكنافه والبقلاوه والزلابيه، الشربات التقيل قوي. ما عندكيش لا ده ولا ده وعايزه تعمليها من غيرها اعمليها، بس دي بيبقى احلى. بتبقي انتي بتقطعي البسبوسه ومطمنه ان شاء الله ان هي ما فيهاش اي مشكله. انا هاخد معلقتين لان العسل الجلوكوز ده جامد. بصوا عامل ازاي اهو. طبعا احنا في الشتاء والشتاء وحش قوي مع الحاجات دي اهو. هاخد معلقتين بالشكل ده وهنزلهم مع السمنه وهسيحهم مع بعض كده. انا نزلت المعلقتين العسل الجلوكوز اهو. عايزه اقول لكم العسل الجلوكوز رخيص مش غالي، وموجود في كل حته، موجود عند المحلات بتاع العطاره، موجود في السوبر ماركت، موجود عند اي حد بيبيع حاجات الحلويات. ده كيلو ب10 جنيه. في ناس بتبيعه ب12 وفي ناس بتبيعه ب10، لكن هو ب10 جنيه، يعني خلي بالك من سعره. دلوقتي انا هروح على النار. طبعا انا ولعت الفرن. هفكك العسل الجلوكوز مع السمنه عشان يسيح خالص، وهنيجي نشوف هنعمل ايه. وطبعا انا مجهزه الصينيه بتاعتي ودهناها طحينه. الطحينه برضو بتساعد البسبوسه بتاعتها انها تطلع بسهوله وما تلزقش في الصينيه. ما عندكيش طحينه اعمليها بسمنه. دلوقتي هروح على النار اسيح دي وارجع لكم. دلوقتي انا سيحت العسل الجلوكوز. هضيف السكر عشان يسيح كله مع سخونيه السمنه اهوت بالشكل ده اهو. ضروري الخليط ده يكون دافي عشان الحبيبات بتاع البسبوسه بتاعتنا ما تعملش عرق. بصوا هقلب. طبعا انا هقلب لحد السكر بتاعنا ما يدوب. حطيت كمان الكوبايه الا ربع من اللبن اهيت. يبقى انا كده حطيت كل المكونات على بعضها. الكوبايه الا ربع من السكر على الكوبايه الا ربع من السمنه على الكوبايه الا ربع من اللبن على المعلقتين العسل الجلوكوز. وهقلبهم بالشكل ده لحد السكر ما يدوب، وهنحطهم على الخليط بتاعنا. مفيش اسهل من كده. دلوقتي انا قلبت كل الخليط اهوت لحد ما اتاكدت ان السكر داب اهو. ضروري السكر يكون دايب. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونيجي على الخليط بتاعنا. هنحط كل الخليط بالشكل ده اهو. اهو هننزل كل حاجه فيه. ولو فاضل برضو حاجه من السكر ما دابتش مش مشكله، هي كده كده هتسيح معاها. بس اما يبقى حاجه بسيطه غير ما يبقى السكر كله موجود مخرص كده. بصوا بقى هنقلب تقليب خفيف. بصوا احنا مش عايزين نعجن. بصوا يعني حاجه لا تذكر. بصوا يعني احنا عايزين نقلب بس دي البسبوسه مع المكونات دي اهو. مش عايزين حركه كتير في البسبوسه عشان خاطر البسبوسه بتاعتنا تبقى مرمله. دلوقتي انا قلبت البسبوسه. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي اهو. مرمله خالص اهيت، وفي نفس الوقت القوام بتاعها طري مش ناشف.
ان شاء الله المقدار ده مظبوط، المقدار بتاع اللي انا عاملاه ده مظبوط يعني. بس خليكي انت عملتي كده، وممكن يكون الدقيق البسبوسه بتاعك بيقبل سوائل، لقيتيها ناشفه معاكي زياده عن اللزوم، يعني القوام مش زي دي كده اهو، شايفين طري اهو، بصوا طري ومبسبسه بس ما هيش لينه. ممكن تضيفي كمان شويه لبن صغيرين، معلقه او معلقتين، بس ما تكتريش. حابه تحطي زبيب زي ما قلت لكم، حابه تحط زبيب حط في الخليط وهو بيتقلب. هي كده خلاص هنرصها في الصينيه. ادي الصينيه مدهونه طحينه. دلوقتي هنفضل البسبوسه بتاعتنا كلها في الصينيه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. شايفين القوام بتاعها عامل ازاي؟ هي بتبقى مفرفته كده اهو، فروله بس بتبقى حلوه في الاخر. هنحاول نمشيها طبعا في كل الصينيه. لو انتوا حابينها رقيقه مش تخينه كبروا الصينيه. طبعا انا هبل ايدي ميه وهحاول افرش كل البسبوسه بتاعتنا في الصينيه بالشكل ده اهو. زي ما قلت لكم انا مولعه الفرن، هبل ايدي ميه وارجع. دلوقتي انا بليت ايدي ميه اهوت، بصوا بسم الله الرحمن الرحيم اهو. حاول طبعا لو انت حابه تحط لها مكسرات تقدروا تحط لها في الحالات دي. عايزه اقول لك ضروري جدا تخليها كلها مساء واحد كده ناعم اهي. دلوقتي الصينيه بتاعتنا بقت كلها متسويه اهيت. انا هعملها ساده مش هعملها باي مكسرات. لو انت حابه تحطي اي مكسرات حطيها واتكي عليها شويه، لكن انا حابه لما تطلع هرش عليها شويه جوز هند. عايزه اقول لكم ان انا هدخلها على درجه حراره 200 لمده 5 دقائق بالظبط، وبعد كده هخليها على 160. وبعد ما اوطي النار على 160 هبتدي اعمل الشربات. طبعا هحطها دلوقتي وبعد 5 دقائق هوطي النار وهنعمل الشربات بتاعها مع بعض. دلوقتي هنعمل الشربات. انا معايا كوبايه ونص من السكر، هحط عليها 3 كوبايات من الميه. يعني السكر ضعف الميه ضعف السكر، احنا عايزين شربات خفيف. يعني كوبايه ونص من السكر عليهم 3 كوبايات من الميه. انا حطيت اول كوبايه وادي التانية وادي التالتة. طبعا هقلبهم بشويش عشان خاطر ما يسكرش معايا، وهحطه على نار هاديه لحد البسبوسه بتاعتنا ما تطلع من الفرن. ضروري الشربات يبقى سخن وكمان البسبوسه بتاعتنا تبقى سخنه. بعد الغليان هحط عليه نص ليمونه ومعلقه زبده كبيره صغيره مش هتفرق زي ما انتوا عايزين. مش حابين تحطوا خالص لا فانيليا ولا زبده وتستكفوا بيه كده مفيش اي مشكله. حابين تنكهوا الشربات ده باي طعم تاني، ممكن تحطوا حبهان، ممكن تحطوا قرفه، ممكن تحطوا اي حاجه انتوا عايزينها، ما فيهاش اي مشكله. دلوقتي انا هولع العين بتاع البوتاجاز على نار هاديه واسيب الشربات بتاعي يغلي. يعني البسبوسه تاخد لها في حدود كمان تلت ساعه. انا وطيت النار الربع ساعه على نار هاديه يكون الشربات بتاعي ابتدى يغلي ولسه سخن. ان شاء الله نشوفه بقى واحنا بنحط على البسبوسه. وادي البسبوسه بتاعتنا طلعت من الفرن. انا بحب احمر وشها كده، لو انتوا حابين ماشي مش حابين خلاص. الشربات بتاعي طبعا حطيت له معلقه سمنه. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم اهو. بصوا ما شاء الله بتشرب كل الشربات ده ايه، يقول ان البسبوسه بتاعتنا ناجحه جدا. انا هحط كل الشربات اهوت، هسيبها تشرب براحتها خالص. بصوا شربت، بصوا سخنه طبعا جدا، هتشرب كل الشربات. ودلوقتي البسبوسه بتاعتنا ما شاء الله عليها شربت الشربات بتاعها وبردت. وانا بحب ارش عليها شويه جوز هند. شايفين انا طلعتها من الصينيه بكل سهوله. شايفين الصينيه؟ هطلع كمان حته قدامكم. شايفين شكلها عامله ازاي؟ شايفين طريه ومبسبسه وحلوه قوي. هوريها لكم كمان من تحت. بصوا من تحت عامله ازاي. شايفين قطعه البسبوسه؟ اظن مفيش احسن من كده.
بصوا حبايبي بتطلع بكل سهوله. اهم حاجه بس ان انتوا تكون الحاجه اللي انتوا هتعملوا بيها على قد القطعه بالظبط. بصوا اهي، بسم الله الرحمن الرحيم اهي. لو حتى مش سالكه معاكم هي سالكه، بصوا اهي طالعه معايا خالص اهي. يعني ديت انا لسه عاملاها برضو، كل ما بتبرد كل ما بتمسك نفسها كمان اكتر اهي. بصوا اهي ما شاء الله. شايفين قطعه البسبوسه عامله ازاي اهي؟ شايفين الصينيه ما فيهاش اي مشكله. هطلع معاكم كمان حته برضو عشان تتاكدوا اهي. بصوا ما شاء الله. هنسلك بس بالسكينه اهو على قد الحته اللي احنا عايزينها. عايزه اقول لكم اعتمدوا المقادير دي بتاع البسبوسه، انا بعمل بيها من زمان جدا 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 وناجحه معايا البسبوسه خالص ما شاء الله عليها. ما بغيرش المقادير بتاعتي خالص. بصوا بقى اهي بالراحه. بصوا اهي في احلى من كده؟ شوفوا البسبوسه مبسبسه وطريه وجميله ازاي، احلى من بتاعه المحلات ولا لا؟ اهيت الصينيه نظيفه خالص ما فيهاش اي مشكله. وادي البسبوسه بتاعتنا شايفين ما شاء الله عليها. اتمنى انها تعجبكم. لو عندكم اي استفسار او اي سؤال برضو بعتولي. بحبكم جدا وبشكركم جدا جدا على دعمكم ليا، وبتمنى وصفاتي تعجبكم. ما تنسوناش في لايك، واللي مش مشترك وعجبه القناه يا ريت يشترك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد. بشكركم جدا والى اللقاء في فيديو جديد، والسلام عليكم.